أبواب الخير كثيرة ومنها جبر الخواطر. طفل ضرير فقد البصر، نشرت حالته في تويتر يطلب ويناشد علاج لعينيه، فتكفل به وبادر وأعلن التكفل بعلاجه سمو الأمير عبد العزيز بن فهد، الرجل المعطاء صاحب الأيادي البيضاء. فتواصل معي مكتب سمو الأمير وقال لي: عبد المانع، رأينا تغريدة وأمر سمو الأمير بعلاج الطفل، يبحث عن أي مستشفى ونحن نتكفل بعلاجه. فالطفل كان من مدينة جيزان. أخبرت طبعا والده، نسقت مع والده وتم التواصل معه من قبل مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد، وغادر جيزان إلى مدينة الرياض ومستشفى الملك خالد للعيون، عمل له اللازم والفحوصات. في أثناء هذا الموقف أمر صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن فهد بهدية لوالد الطفل 200,000 ريال سعودي. عالج الطفل وأكرم والد الطفل ب200,000 ريال، تم سداد الدين، تم شراء سيارة جديدة لهذه الأسرة من عطية ومدة عبد العزيز بن فهد. هذا موقف يذكر فيشكر عليه سمو الأمير، ومواقفه كثيرة تعد ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى.